بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد خاص لأبو إيمان، وهو درس الأكشن أو جزء بسيط من الأكشن. وإن شاء الله ده الفوتوشوب CS6 في دورة قريبة إن شاء الله عن فوتوشوب CS6 بإذن الله. نبدأ نقول فايل ونفتح ملف جديد، مثلا مقاسات 30 في 20 سنتي مثلا، نقول له اوكي. ونجيب الاكشن عن طريق ويندو، قائمة ويندو اكشن او الت F9، او هو موجود هنا في التول بار ده هنا كده. ده طبعا كان تجربة لأبو إيمان قديمة، هنمسحها ونعمل تجربة جديدة. قبل ما نعمل هنروح الأول على اللي هي الخمس خطوط دي وعليها سهم، اللي هي زي بروبرتيز أو الخصائص للأكشن. دي طبعا نيو أكشن، يعني عشان تعمل أكشن جديد. نيو ست عشان تسمي مثلا فولدر باسمه. دبليكيت ده علشان تكرره. الديليت علشان تمسحه. البلاي علشان تخليه يشتغل أو يتطبق على الملف اللي معانا. ستارت ريكوردنج ده عشان تبدأ التسجيل. وريكورد اجين علشان لو التسجيل فيه عيوب ولا حاجة تعيد تاني التسجيل. وده اكشن اوبشنز، الاوبشن او الاعداد بتاعت الاكشن. ما علينا دلوقتي، هنروح نشوف، نسيب ده كل دلوقتي ونروح نشوف allow tool recording. ده نضغط عليها عشان تحط جنبها علامة الصح. allow tool recording ده علشان يسمح لك بان انت تطبق كل الادوات، ان الاكشن يقبل تسجيل كل الادوات. طيب هنعمل اكشن جديد من نيو اكشن. كلمة نيو اكشن هي موجودة تحت دي، واول واحدة ده النيم اللي هو الاسم الاكشن، هنسميه مثلا ابو ايمان. والست اللي هو المكان بتاعه. طبعا مفيش عندنا دلوقتي غير الديفولت اكشنز بس، انما لو كان في عندنا مثلا اكشن تنايم، اكشن غيره غيره غيره، بيظهر لنا بيقول لنا انت عايز تحطه فين، في اي مكان تحت دول. الفانكشن كي اللي هو لو انت عايز تعمل اختصار، مثلا لو قلنا F5 F5 ممكن تختار معاها بقى شيفت زائد F5 يودينا على طول ابو ايمان، للاكشن اللي اسمه ابو ايمان. او مثلا غير الشيفت ممكن نخليها كنترول، او كنترول وشيفت F5. هنخليها كنترول وشيفت F5 مثلا، ده الاختصار بتاع الاكشن. الكالر اللي هو اللون بتاع الاكشن علشان يظهر بشكل مميز شوية عن غيره، مثلا نختار اللون الاحمر. وبعدين نقول ريكورد او تسجيل من هنا، ونبدأ نجيب مثلا أداة الفرشة ونكتب مثلا عين صان مثلا، وهنا أبو إيمان. طبعا كلام كروكي يعني مش مشكلة. كده أنا خلصت. مثلا عايز أحط هنا مثلا 002 اي كلام في اي كلام مثلا. كده انا خلصت. بقف هنا عند ستوب ريكوردينج وبضغط عليها. كده خلاص الاكشن سجل قدامي اهو. دي كلها الخطوات بتاعت البرش او الفرشة اللي انا استخدمتها في الاكشن. طيب وده كنترول شيفت F5 اللي هو الاختصار اللي انا عملته للاكشن. طيب هنقفل الدوكيمنت ده ونعمل ملف جديد. كنترول N اوكي. وهنقف هنا
ونجيب حاجة اسمها بلاي باك اوبشنز. البلاي باك اوبشنز دي اللي هي طريقة عرض الاكشن بتاعتنا ازاي. اكسلريتد ده الطريقة العادية زي ما تسجل زي ما هينزل. طيب في اضافة هنا، الاضافة دي طبعا مش موجودة في السي اس 5، هي في السي اس 6 بس. ستيب باي ستيب، ستيب باي ستيب يعني خطوة بخطوة. بوز فور ده طبعا هتوقفه بعد كام ثانية، فاحنا هنختار ستيب باي ستيب. هنختار ستيب باي ستيب يعني خطوة بخطوة، ونعمل اوكي، ونيجي نقف في الاكشن، نجيب الاكشن تاني ونقف عليه اللي هو اسمه ابو ايمان، ده اللي احنا لسه عاملينه ابو ايمان. هنقف عليه كده ونعمل بلاي او تشغيل من علامة التشغيل اللي هنا، ويبدأ يتطبق معانا الاكشن خطوة خطوة. ما بيتطبقش بسرعة او زي ما اتعمل بسرعة، لا بيتطبق خطوة خطوة علشان تشوف في خطوة مش عايزها ولا لا. مثلا انت عايز تعمل الاكشن ده متحرك، هتعمله عن طريق الانيميشن، انما مفيش اكشن بيتحفظ متحرك، لان الاكشن بيتحفظ جوه الفوتوشوب ان هو متحرك بس، انما ما بتحفظش بره الفوتوشوب متحرك. حتى لو جربت تسيفها جي اي اف او غيره او مفيش اكشن هيتسيف معاك متحرك زي اللي كان بيحصل قدامنا دلوقتي وشايفين. طيب ده كده الاكشن، وده الاكشن اتطبق معانا. طيب انا عايز اعمله متحرك زي الصوره اللي انت جبتها يا ابو امان. هقول لك نعمل ايه. هنقفل دي ونفتح ملف جديد، فايل نيو، اوكي. انا طبعا مجهز كل الخصائص بتاعتي، لو ريكوردنج مش هحتاجها اصلا خلاص، ان انا سجلت كده طبيعي الاكشن بتاعي. بلاي باك اوبشن اللي هي ستيب باي ستيب جاهزه متسيفه على اخر حاجه انا عملتها. هنعمل ايه؟ هنقف على الاكشن وهنعمل له تشغيل، وهنروح نقف على كلمه نيو لاير هنا، كرييت نيو لاير، ومع كل خطوه الاكشن هيعملها هنديها لاير جديد. طيب نشوف كده، ادي هنعمل بلاي هنا، وهنقف هنا عند الكريت نيو اكشن، وهنعمل كده مع كل اكشن، مع كل حركة اكشن هنحط له لاير جديد. زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده الاكشن بتاعنا اتطبق او اتعمل، مفيش مشكلة. ونروح جاي رايح على قائمة ويندو، طبعا الانيميشن هنا اسمها تايم لاين، ونجيب تايم لاين، وهنضغط على السهم ده كده ونخليه كرييت فريم انيميشن، ونضغط على كرييت فريم انيميشن. وهنبدأ نحذف بقى كل الليرات دي، مش نحذفها طبعا، نشيل العين من عليها، ونبدأ نعمل انيميشن جديد ونعلم على واحد بالشكل ده مثلا، عشان الاكشن بتاعنا ما يبقاش سريع هنخلي دي كل ثانيتين. نعمل واحد جديد ونعلم هنا كده طول ما احنا ماشيين لحد اخر لاير عندنا، ما عندناش اي مشكلة بالمنظر ده كده.
ماشي. ونجرب بقى نعمل بلاي او تشغيل للانيميشن اللي احنا عملناه او للحركة اللي احنا عملناها للاكشن. نبدأ. يبدأ معانا الاكشن يظهر متحرك زي ما انا قلت. طبعا معمولة هنا وانس، هنخليها فوريفر. نقف هنا نبدأ نشغل بالظبط كده زي ما احنا شايفين. تقدر تسيفه بقى وتقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، مفيهاش اي مشكلة. الوقت تقدر تسيفه جي اي اف فايل سيف فور ويب، تختار سيف، اختار اي مكان، ديسكتوب مثلا، وانتايتلد مفيش مشكلة، وسيف. يبدأ معانا يتسيف. لو رحنا على الديسكتوب وشغلناه تظهر معانا شغالة زي ما احنا شايفين كده. زينا كده يا ابو امان، الفكرة واضحة، ويا رب اللي في الخير ربنا يقدمه، ويا رب ان شاء الله تكون قدرت اوصل لك المعلومة كويس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.